السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي أعزائي وعزيز الطالب، النهاردة هنخش في الدرس الثالث علم الاجتماع. شرحنا الدرس الأول والثاني واتكلمنا عن مؤسس علم النفس، وطبعا علم الاجتماع يعني ايه، تعريف لغة واصطلاح، واتكلمنا عن دي. بعد كده خدنا في الدرس الثاني رواد علم الاجتماع، المؤسسين والرواد، وخدنا عبد الرحمن بن خلدون واوجست كونت وإيميل دوركايم. تعال نخش بعد كده على مناهج البحث في علم الاجتماع. قال لي مستر ايه ده؟ مش احنا خدنا برضه مناهج البحث في علم النفس؟ عندنا برضه مناهج البحث في علم الاجتماع. قال لي يلا بينا نبدا يا مستر كده، بسم الله ونتوكل على الله. قال لي يا مستر استخدم البحوث الاجتماعيه، انا الكشاف ضارب هنا عاكس فما بشوفش اول كلمه. تستخدم البحوث الاجتماعيه منهجا واحدا وهو المنهج العلمي، ولكن بصور واشكال مختلفه ومنهى. اولا المنهج التاريخي. ايه قصه بقى المنهج التاريخي ده يا مستر؟ قال لي تعالى نشوف كده يا مستر واحده. قال لي يعد ابن خلدون رأى المنهج التاريخي في البحث الاجتماعي ومؤسس فلسفه التاريخ. قال لي ماشي يا مستر. ايه ده يا مستر؟ انا خدت بالي ان اصلا عبد الرحمن بن خلدون انشأ علم الاجتماع بسبب انه كان في وجد بعض المغالطات في التاريخ. قال لي يا مستر هل هي ليها علاقه بالكلام ده؟ اتقل ماشي. قال لي تعطي الدراسات التاريخيه عمقا لاي دراسه اجتماعيه، فالتاريخ بالنسبه لعلم الاجتماع هو ميدان الملاحظه. ماشي اول واحده يا عبد الرحمن، ماشي يا عم. والحوادث في الماضي، وذلك لان فهم الظواهر الاجتماعيه في الحاضر لا يكتمل الا بمعرفه تاريخها وكيفيه تكوينها وتحويلها، والتنبؤ بمستقبل الظاهره يتحقق الا بمعرفه مسارها السابق. مستر قال لي يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يا مستر احنا بندرس حاجه اسمها المنهج التاريخي عشان نعرف تاريخ الظاهره ده ايه اللي حصل له. قال لي يا مستر احنا حصل ظاهره معينه دلوقتي، كثره الطلاق. قال لي ماشي، الظاهره دي حصلت على مدى عامل ازاي؟ ايه اللي حصل في الفتره من اول ما بدات لغايه دلوقتي؟ هو ده تاريخ الظاهره. قال لي فهم الظاهر الاجتماعي في الحاضر لا يكتمل الا بمعرفه تاريخها، عشان كده بنسمه المنهج التاريخي. وصلت؟ قال لي وصلت يا مستر. مثال تاثير الصحافه على اتجاهات الافراد نحو بعض القضايا مثل التعليم والمشاركه خلال الربع الاخير من القرن العشرين. قال لي مستر الربع الاخير من القرن العشرين ده اللي هو كام؟ من 1975 الى 2000. دي 20,000 2000. قال لي ماشي. انواع المصادر يا مستر في علم الاجتماع. قال لي مصادر اوليه ومصادر ثانويه. قال لي يا مستر هو عاملها لي مقارنه اهي. المصادر الاوليه الوثائق، خوارق البردي، الحفريات، بقايا الكائنات، الاثار كالمعابد والمقابر. قال لي المصادر الثانويه هو ما يشتق من المصادر الاوليه، ترجمه ما ورد في الوثائق، الكتب التي تصف الاثار. قال لي يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ قال لي يعني المصادر الاوليه دي حجر الاساس. قال لي الثانويه دي احنا بنفسر ايه اللي لقيناه هنا، يعني بناخد بالمصادر الاوليه دي ونبتدي نشتغل عليها، عشان كده دي اسمها اوليه ومصادر ثانويه. قال لي جميل. دخلنا بعد كده منهج المسح الاجتماعي. واحده واحده بقى عشان عايز اجيبه لك كله واضح. قال لي بص يا سيدي، منهج المسح الاجتماعي. قال لي اول حاجه يا مستر تعريفه الدراسه العلميه للظواهر الموجوده في جماعه معينه في مكان معين. قال لي مستر دراسه علميه لظاهره معينه، بس ثواني، لجماعه معينه في مكان معين. قال لي بدرس ظاهره جماعه معينه في مكان برضو معين. قال لي جميل. بدرس في ظاهره مثلا على اسوان اللي قاعدين في النوبه بس. قال لي ماشي يا مستر. قال لي يا مستر توقيته ينصب على الوقت الحاضر حيث يتناول اشياء موجوده في الوقت الحاضر وليس ماضيها الاجتماعي. قال لي يا مستر بينطبق على اللي موجود دلوقتي بس. قال لي يا مستر الموجود الاوقات الموجوده في الحاضر بس، كل الحاجات اللي بعلم عليها مهمه جدا. قال لي هدفه عشان كده اسمه مسح اجتماعي.
الكشف عن أوضاع قائمة للنهوض بها ووضع برنامج لإصلاحها، وهو أفضل الطرق لوضع بيانات وصفية. قال لي ماشي. قائم على إيه؟ دراسة عينات مختارة تمثل أفراد المجتمع. قال لي مستر مش أنا اخترت فئة معينة في مكان معين؟ يبقى هو أكيد هيدرس عينات معينة. قال لي جميل. أمثلة على موضوعات: دراسة خصائص السكان، حجم الأسرة، نسبة الذكور والإناث، نسبة الطلاق. قال لي ماشي يا مستر. يستخدم في وزارة التخطيط والإحصاء والإسكان والاقتصاد والزراعة والصناعة والأحزاب السياسية. قال لي عشان كده يا مستر اسمه المسح الاجتماعي، بمسح بعرف كل التفاصيل كلها. قال لي تصنيف المسرح الاجتماعي. نرجع بقى كما كنا. قال لي التصنيف وفقا لمجال البحث، وهنا التصنيف وفقا لمدى التعمق في البحث. قال لي مجال البحث ايه؟ وفقا للتعمق في البحث قد ايه؟ قال لي والله ماشي يا مستر. قال لي مسرح عام وهو المسرح الذي يجري على المجتمع ككل، معرفة عدد الذكور والإناث. مسح خاص قال لي هو المسرح الذي يجري على قطاع معين من المجتمع بالتعليم والسنة وعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من طلاب الثانوية. قال لي هنا بقى لمدى التعمق، قال لي هنا مسح وصفي. قال لي ثواني يا مستر، هنا عام وخاص، عام وخاص. قال لي هنا وصفي وتحليلي، وصفي وتحليلي. قال لي الوصفي يهتم بوصف الظاهرة فقط ومعرفة عدد الذكور والإناث بس. قال لي إنما عام هو المسح الذي يجري على المجتمع ككل، معرفة عدد الذكور والإناث. هنا معرفة عدد الذكور والإناث يهتم بوصف الظاهرة فقط، أنا بوصف الظاهرة بس. قال لي هنا هو المسح الذي يجري على المجتمع ككل، معرفة عدد الذكور والإناث. قال لي يا مستر هنا معرفة عدد الذكور والإناث وهنا يهتم بوصف الظاهرة بس. قال لي جميل، عشان كده اسمه مستر وصفي. قال لي هنا بهتم بكل حاجة. قال لي ماشي. قال لي يا مستر الخاص هو المسح الذي يجري على قطاع معين. قال لي هنا التحليل يهتم بالتفسير والتحليل في ضوء نظرية تحدد أسبابا حدوث الظاهرة ومعرفة عدد المطلقات. قال لي يا مستر من الآخر ده أكبر من ده، يعني من الآخر ده جوه ده. قال لي مستر تصنيف وفقا لمجال البحث، هنا التصنيف وفقا لمدى التعمق في البحث، يعني وصلنا لغاية فين ده هيكمل. قال لي والله جميل الكلام ده يا مستر. دخلنا بعد كده خدنا المنهج التاريخي، بعد كده منهج مسح الاجتماع، بعد كده خدنا منهج دراسة الحالة يقوم على أساس التعمق وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي. قال لي العينة صغيرة جدا قد تكون فردا. قال لي العينة صغيرة جدا قد تكون فردا أو مجموعة محدودة العدد، هدفها تحديد العوامل المؤثرة في التظاهر المراد بحثها. متى يستخدم؟ عندما تعجز عن استخدام المناهج الأخرى كدراسة أمثلة الانحراف الأخلاقي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، السجون والأحداث. قال لي يا مستر ده صغير قوي، اللي مش هيعرف نعمله في المسح الاجتماعي والتاريخي خش لي بقى بده في منهج دراسة الحالة، بدرس حياة معينة يا مستر بعينها. قال لي والله جميل. دراسة الهروب المدرسي من طلاب الثانوية العامة، أدوات البحث تستخدم أدوات بحث عديدة لجمع المعلومات مثل الملاحظة، المقابلة الشخصية، السجلات الرسمية والمذكرات الشخصية وتقارير الأشياء، والتي تمكن الباحث بالإحاطة بكل جوانب الحياة. دخلنا بقى بعد كده على فروع علم الاجتماع، وفروع علم الاجتماع ما تعدش. يلا بينا واحدة واحدة كده سريعا، سهلين وبساط جدا جدا. شفت فروع علم النفس، هنا فروع علم الاجتماع. اول حاجه الاجتماع الريفي، علم الاجتماع الريفي. قال لي وصف وتحليل البناء الاجتماعي ووظائفه. قال لي مستر العلاقات الاجتماعيه واسلوب نمط الحياه ومشكلاته. يدرس المؤسسات الاجتماعيه الرئيسيه في المجتمع الريفي والتغيرات التي تطرأ عليها، دراسه العادات والتقاليد والثقافه والتدين وخبره المجتمع الريفي، عندما في حدوث تغير بعد ادخال التيار الكهربي في بعض القرى حيث ادى الى طفره تعليميه وثقافيه. قال لي يا مستر من الاخر بيدرس كل حاجه بتحصل في المجتمع الريفي، عادات بقى، تقاليد يا مستر بقى، النت لما دخل بيدرس كل حاجه في المجتمع الريفي. دخلنا بعد كده على علم الاجتماع الحضري. قال لي دراسه نمط الحياه في المدينه وتغيراتها وتطورها وما تواجهه من مشكلات وتغيرات اجتماعيه. قال لي يا مستر في الريف حركه التغير بطيئه جدا، في المدن طلقه طياره حركة التغير الاجتماعي سريعة جدا. قال لي ماشي يا مستر. أبرز دور المؤسسات الاجتماعية في تنمية المجتمع.
امثله دراسه طبيعه الحياه في المدن الكبيره مثل القاهره ودراسه مشكلتها مثل ارتفاع معدل العنوسه. مشاركه مؤسسات المجتمع المدني في مساعده الفئات معدومه الدخل. قال لي يا مستر في الصعيد صعب جدا ان حد يطلق مراته. قال لي يا مستر هنا ممكن بكره يطلق مراته، ممكن يرمي عليها يمين الطلاق دلوقتي يرميها في الشارع. قال لي في الصعيد يا مستر متمسكين بتقاليدهم جدا وعاداتهم جدا. قال لي هنا عادي والله كل حاجه مباحه في المدن والقرى. قال لي معنى ذلك انا مش بوحش. هناك هم ملتزمين قوي بكده، هنا عشان شايفين كل واحد في وادي فعادي الشيء مباح. قال لي ماشي. علم اجتماع التربيه يدرس وتحليل المؤسسات التربويه داخل المجتمع، دراسه العلاقه الوفيه بين التربيه والمؤسسات المجتمع الاخرى، امثله تحليل الاسره ومعرفه وظيفتها التربويه، تكامل بين مؤسسات التربيه في تحسين سلوك الفرد. قال لي بيدرس مستوى كل التربيه بقى من سواء تعليم او تربيه. قال لي علم اجتماع الاسري، قال لي دراسه مراحل تطور الاسره. قال لي يا مستر ودي بقى مهمه قوي قوي قوي، ابتداء من الاسره النواه اللي هي لسه زوجين الى الاسره الممتده الى الاباء والابناء وابناء الاباء. قال لي يا مستر يعني ايه؟ يعني بيدرسوا اباء زوجين وابنائهم واحفادهم. قال لي ماشي. امثله دراسه الظواهر التي تحدث داخل محيط الاسره ودراسه العادات والتقاليد، دراسه مشاكل الاسره كتدليل الطفل الصغير. قال لي مستر بنشوف بعض العائلات هم متمسكين لما هيجي عيله منها شاب عايز يتجوز بنت من عيله ثانيه، بالله لما يجي يجتمعوا مع بعض بتحصل بعض المشاكل. ليه؟ لان دول ليهم عادات وتقاليد وفكر بطريقه معينه ودول نفس الكلام بفكر مختلف خالص، فبينطبق ده مع ده ازاي؟ بيحدث بعض المشاكل البسيطه، ده طبيعي. قال لي ماشي يا مستر. ليه؟ لان في اسره جديده هتحصل. قال لي علم النفس الاقتصادي، قال لي دراسه مجموعه الانشطه المتصله بالانتاج. قال لي بتدرس اي حاجه تختص بالانتاج والتوزيع والتبادل التجاري واستهلاك السلع والخدمات. قال لي مثلا ده زي علم النفس كده التجاري، هي قريب منه، بس علم النفس التجاري كان مهتم بالاعلانات شويه. قال لي العولمه والثقافه الاستهلاكيه، دور المتغيرات الاقتصاديه في تشكيل نوعيه الحياه. قال لي علم الاجتماع الطبي، الظروف والشروط الاجتماعيه للصحه. قال لي بندرس كل حاجه تهتم بالصحه يا مستر والمرضى. ثانية واحدة. الله في ايه؟ ايوه كده اظبط كده بقى. قال لي بندرس كل حاجة تهتم للصحة والمرضى وتصورات الناس عنها. قال لي كما يهتم بدراسة اشكال التناقض والتضارب بين السلوك الفعلي للطبيب. قال لي يا مستر بتحصل مشاكل، بعض المشاكل ان بيكون طبيب ممكن يهتم بمريض عشان هو فيه واسطه وممكن يسيب تاني مريض تاني يهمل فيه. قال لي ممكن يا مستر طبيب يهتم في اوضه العمليات بمريض كويس جدا ويعمل له كل حاجه، ممكن يهتم تاني بمريض تاني لا. قال لي يا مستر علم النفس علم الاجتماع الطبي بيدرس كل المشاكل اللي بتحصل دي ما بين التقاء المريض بالطبيب، المشاكل اللي بتحصل في المستشفيات والصحه، كل الكلام ده. العلاقه بين الصحه والسلوك الانحرافي، معالجه قضايا الصحه والمرض في سياق التنميه القوميه. علم الاجتماع الصناعي، دراسة المجتمعات الصناعية والبناء الاجتماعي لتنظيمات الصناعة من جهة، والعلاقات والتفاعلات بين هذه التنمية والبناء الاجتماعي الكلي من جهة أخرى. تطوير العلاقة بين الصناعة واحتياجات المجتمع المحلي، الرضا الوظيفي العاملين داخل المؤسسات الصناعية. قال لي مستر أخلي بالي من إيه؟ مستر علم الاجتماع الصناعي يهتم بالصناعة والعاملين بالصناعة. علم الاجتماع الصناعي. علم الاجتماع الاقتصادي يهتم بمجموعه الانشطه المتصله بالانتاج والتوزيع والتبادل التجاري واستهلاك السلع. نفرق ما بين ده وما بين ده. قال لي هنا يا مستر التفاعلات بين هذه التنظيمات داخل المؤسسات الصناعيه. قال لي هنا، قال لي الاستهلاك والانتاج ككل، يبقى هنا اقتصادي. قال لي جميل قوي، جميل قوي يا مستر. نخلي بعد كده على الاسئله. درس سهل جدا 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 جدا. قال لي مستر كما احد الباحثين بدراسه تقاليد الزواج وما يشمله من مبالغه في كل متطلباته، ويشير احد الفروع من الاجتماع العائلي او الاسري.
قال لي عندما يهتم احد الباحثين بدراسه اثر التقدم التكنولوجي الآلي على المجتمع من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه. التقدم التكنولوجي، بدراسه اثر التقدم التكنولوجي والآلي على المجتمع من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه، يجسد هذا الموقف. قال لي مستر اقتصادي، هتزيد الانتاج. العلم الذي يهتم بالمجتمعات البسيطه والعوامل التي تؤدي الى التخلف والتقدم هو علم النفس الاجتماع. قال لي مستر المجتمعات البسيطه والعوامل التي تؤدي الى التخلف. قال لي ريفي ولا حضري؟ ريفي. العلم الذي يقوم بالبحث في تاثير حياه المدينه على انماط سلوك البشري. قال لي مستر ريفي ولا حضري؟ حضري. قال لي مستر درس سهل جدا جدا زي علم النفس التربوي والكلام، اسئله سهله جدا. هنزل لكم طبعا حل الواجب لو في اي حاجه. طبعا الرقم اللي هو اخر 29 011 20 21 0229. لو في اي سؤال عايزين تسالوني ابعتوا لي على التليجرام على الرقم ده، هنجاوبكم في اسرع وقت ممكن. كده نبقى خلصنا الدرس الثالث في علم الاجتماع، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.